موضوعنا اليوم الساعة هذه راح نتكلم بشكل مختصر عن القيادة. اوكي، لأن أنا لاحظت في السيفيات اللي أعطتني إياها الأستاذة نور في 8 كاتبين: هل تريد أن تكون قائد؟ لا. اليوم راح تكون دورتنا اللي راح نعطيها حق الشباب الشقردية عن الليدرشيب والتيمينج، شلون احنا فعلا نصير قياديين، زائد ان نسوي فريق واحد متكامل بفكر واحد بخطة واحدة ورسالة واحدة ونمشي ونحقق انجازات. هذول الشباب الشقردية اليوم اسال الله يحفظهم يحتاجون هذا الامر عشان فعلا يرفعون من قيمة المجتمع، يرفعون من دولتهم، من اسمهم، لان كل واحد له دور في الحياة، فيحتاج انه هو يكون فعلا عضو فعال، وايضا انه يكون قائد في المجال اللي هو يبي يتخصص فيه. هذا ان شاء الله راح تكون رحلتي معاهم في القيادة، ونفس الوقت التيمينج اللي هو الفريق الواحد وروح الفريق الواحد ان شاء الله. الورشة كانت باختصار عن اللياقة العقلية. حاولت أني أقدم فيها جانب مختلف وركزت فيه عن كيفية التركيز على تطوير مهارة الذكاء تحديدا والتركيز ورفع كفاءة الدماغ باستخدام بعض التمارين وبعض التقنيات. كان يهمني أني أوصل هالمسج للمتدربين على أساس أرفع من كفاءتهم، تكون عندهم أدوات جديدة للحصول على أفكار جديدة. هذا باختصار كانت الورشة، وكانت الورشة تحت اسم مفاتيح الإبداع. اليوم بلشنا أول يوم محاضرات مع شقردية. كان الحمد لله في تجاوب جدا كبير. أيضا بلشنا جلسات مع المدربين مع مجاميعهم. كان موجود معنا أستاذ صادق قاسم، أيضا أستاذ خليل الحمار، أيضا أستاذ عبد العزيز الكندري وأستاذة منى البلوشي. قعدوا مع مجاميعهم، حاولوا يسوون معاهم brainstorming أساس يطلعون أفكار شوي، يوسعون تفكيرهم أو درايتهم في فكرة مشاريعهم والمواضيع اللي هم ماسكينها. الحمد لله كانت ردة فعل المحاضرين جدا جيدة مع الشباب. استبشروا خير من جلستهم الأولى مع الشباب. شافوا تجاوبهم جدا فعال، عندهم إرادة للتغيير للأفضل في المواضيع السبع المختلفة. ونأمل إن شاء الله على نهاية البرنامج نحصل على مشاريع تفيد هذه القضايا السبعة اللي اخترناها وتطور من ديرتنا بإذن الله.